يا ريت لو عجبتكم الفيديوهات تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. السلام عليكم جميعا. النهاردة هنزرع برضو تاني في البلكونة، سلسلة ازرع واحصد من بلكونة او من بيت. هنزرع النهاردة بقى ايه؟ الفلفل الاحمر. هنزرع الفلفل البابريكا اهو مع بعض. ادي هي الشتلة اهي. اول ما تطلع اول وردة، معنى كده ان امارتها خلاص هي جاهزة ان انا هنقلها اهي. شايفينها على حاجة كبيرة، هنقلها في قصرية زرع كبيرة او جردل ايه كبير اللي احنا بنزرع فيه. نبدأ بقى مع بعض نزرع. وده استغرق 3 شهور، يعني الشتلة قعدت 3 شهور كده. اول وردة كده وببص كده الجذور اهي يعني تشعبت، يبقى لازم بعد 3 شهور تطلع كده الوردة بتاعتها. اول وردة صغننة يبقى لازم انقلها في قصرية زرع كبيرة وتربة كبيرة. واحنا بناكل الفلفل مش هرمي البذور، لان هي دي بذوره اللي انا بزرعه بيها اهو. هو بيوريها لكم اهو. دي مش احنا لما بنيجي ناكل الفلفل او نقطع الفلفل مش جواه البذور؟ هي دي اللي بتتزرع، وسبحان الله بتطلع فلفل برضو تاني. فهي دي بس تاخديها وتسيبيها تنشف شويه، يعني لما الميه اللي هي متحوطه فيها بتاعه الفلفلايه تسيبيها تنشف يوم ولا يومين وتبداي تزرعيها عادي. زي ما احنا عارفين لازم هنبدا نخرم اللي احنا قطرية الزرع بتاعتنا او الجردل اللي احنا ايه هنزرع فيه. لازم يتخرم لازم الاول عشان الميه تطلع منه وتهويه للتربه. الميه الزياده او كمان تهويه للتربه لازم كده بالشكل ده كده. وكمان من الجناب زي ما احنا عارفين وشفناها في كذا فيديو قبل كده اهو. هنبدا بقى زي ما احنا عارفين في كل فيديو هنملى الجردل بتاعنا بالتربه اهي. هيبدا اهو يملاه معاكم. النعناع اهو على فكره، والريحان اهو اللي احنا زرعناه. والنهارده بقى نزرع معاكم الفلفل اللي هو البابريكا. اي فلفل على فكره. عايزه الاخضر برضو خدي بذور اللي هي الخضره. عايزه اللي هو الفلفل اللي هو الاصفر برضو. هي اي بذور هي تاخديها بتطلع. والاحمر ساره بتقول لكم الاحمر ناخد بذوره ونزرعها تاني اهو. هنبدا بقى نملى وانا قلت لكم لو عندك برضو قشر موز او اي قشور من الفواكه تتحط برضو كفرتلايزر، نوع من انواع المخصبات. زائد اللي انا شارياهم هوريها لكم. بس الاول بس خلونا نملاها وهقول لكم في انهي مرحله هنحط المخصب. يعني هتلاقوا زي فحره كده في النص زي ما احنا متعودين، وهنشوف مقاسها اهي بالشكل. ونبدا نفكفكها، وعلشان نفكفكها لازم نرش عليها شويه ميه. الخطوه اللي قبل ما نعمل كده في الحفره الاول هنحط الفرتلايزر او السماد. هو ده بتشتريه من عند اي مشتل، هو بيبقى شكله كده او من على الانترنت. سماد للتربه ده عباره عن نيتروجين على فوسفات. بيتباع، يعني هو بيتباع هتلاقيه او من عند اي مشتل. تعملوا بقى عمليه تنقيب كده للي هيزرعها بشوكه كده بالشكل ده كده اهو. حط السماد بقى بتاعها، ان برضو الفلفل يعتبر يعني محتاج اللي هو نوع السماد ده. يعني في حاجات تانية ممكن نحط قشر البيض زي ما حطيناه قبل كده لما زرعنا البطاطس او في اي زرعة تانية. لكن يفضل في الفواكه كده نحط اللي هو السماد اللي بيتباع عند المشتل افضل حاجة. وكمان هنحط اهو قشر البيض كمان. اوعوا بقى ترموا قشر البيض زي ما اتفقنا، عشان ده برضو مخصب وسماد حلو قوي للزرعه ومش بيخليها تموت وتطرح وتبقى زي الفل اهو. على فكره احنا برضو قبل ما نشتري السماد ده كنا معتمدين بس على قشر البيض. فاكرين؟ مش فاكره كان في انهي فيديو زرعنا فيه وطلعت برضو طرحت يعني. بس لقينا ان التاني ده حلو بيسرع النمو، مخصب حلو قوي بالذات في الفواكه. في الفراوله حطينا قشر البيض برضو بنعمل عمليه تنقيب برضو كده اهي كده بالشوكه اهي بالشكل ده. يعني نحط شويه قشر بيض كده محترمين، يعني شويه كده. شوفوا قد ايه احنا حاطين عشان تطلع كده فلفلايه متغذيه اهي بالشكل ده.
وبيوريها لكم اهو. دلوقتي هحط بقى الملح الانجليزي اسمه او كبريتات المغنيسيوم، او اسمه بالانجليش مغنيسيوم سلفات او ابسوم سولت. كل ده هو ده ليه اسمه، انا قلت الاسم كله ده بيتباع عند الصيدليه او من النت. ده برده مخصب حلو قوي، خصوصا لو بتزرعي فاكهه او فلفل، برضو حلو جدا برضو مع بعض. بتحط اهو، نحط كده كبريتات المغنيسيوم او بالمصري بيقولوا عليه ملح انجليزي، او بالانجليش الاسم بتاعه ابسوم سولت. لان المغنيسيوم بيخلي لما بنزرع زي فلفل، فواكه، طماطم، بيطلع طعمها حلو، بيبقى طعمها حلو وبتطلع حلوه قوي برضو. يعني كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي تحطوها. هنبدأ بقى نشيلها، نشيل الزرعة من الشتلة بتاعتها. هنحط عليها مية عشان نفكفكها، زي ما بنشوفه في كل فيديو بنفكفك الشتلة ازاي. لازم نحط شوية مية كده عشان افكفكها من الشتلة بتاعتها بالشكل ده اهي. اهي بالشكل ده كده اهو. واو. نفكفك بقى الجذور بتاعتها كده عشان تلتحم مع التربة زي ما احنا عارفين. فكفك اهي، فكفكت اهي، هلتحم مع التربة بتاعتها الجديدة. وبعدين هنبدأ بقى نحوطها تاني اهو بالتربة عشان اثبتها بالتربة. لازم طبقة كمان تربة، يعني بعد ما عملنا الحفرة حطينا اول الاسمدة، نقبناها في التربة، عملنا حفرة كده عشان حطينا فيها الشتلة. طبقة كمان بقى اهو هنثبتها بالتربة بالشكل ده كده. هيحوطها كلها لحد لما ملينا خالص اهي ايه التربة اهي، تربة الزراعة المخصصة كل الايه الزراعة بتاعتي اهي. وأمارة الفلفل اول الشتلة بتاعتها تطلع اول وردة فيها، يبقى يلا بتقولي يلا نزرعها في ايه، في تربة يعني في تربة بقى مكانها كبيرة. بعد الشتلة بقى نطلع على التربة ايه بتاعتها الكبيرة نزرعها فيها، وبيطلع فلفل زي الفل. وان شاء الله جربوها. بالنسبة لسقيها دي بتتسقي يوم بعد يوم، يوم بعد يوم، يعني يوم ويوم لا، يعني علشان تضمنوا نتيجة كويسة يوم يوم لا. يعني ما ينفعش اي تربة اي زراعة انها دايما تبقى مبلبلة كده يعني وكل شوية نفضل نسقي فيها، لا يوم بعد يوم تسقيها. وطبعا اول مرة زي ما انتوا عارفين وشفنا قبل كده في الفيديو اللي قبل كده هنسقيها سقية كويسة اول مرة. ليه؟ لان التربة ناشفة خالص ما فيهاش حاجة، بحيث ان المية تلاقيها طلعت، يعني طلعت نقط بسيطة من الخروم بتاعه الجردل اللي احنا خارمينه. يعني اول مره هنسقيها كويس، وبعد كده هسقيها يوم بعد يوم. ان شاء الله تطلع معاكم احلى فلفل هتشوفوه وهتاكلوه. وبحبكم قوي، واشوفكم الفيديو الجاي على خير. مع السلامه.